أعزائي مشاهدي برنامج أوضة وصالة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا أوضة وصالة. زي ما عودتكم حلقة النهاردة وأنا في وسط الخضرة وفي وسط الجمال كله وأنا قاعد في نادي الرحاب. عايز أقول لحضراتكم أنا بحب إن أنا أصور أول دور، بيكون كده الطبيعة بتبقى حاجة مبهجة وأنا بكون بصراحة هابي جدا وأنا مع حضراتكم. حلقة النهاردة أنا خصصتها لأني خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ان في ناس كتير جدا بتطلع على السوشيال ميديا وبتتعاقد على اعمال، وهي طبعا بتكلم على اعمال الديكور واعمال فرش البيت والتشطيب وكل ما يخص البيت. ناس بتاخد اعمال وهي ما عندهاش خبرة خالص، وبعد كده بتيجي يعني انا مش عارف ازاي الجراءة بتجيله بالشكل ده. يعني انا ما ينفعش مثلا اقول انا اقدر اخلع ضرس وانا دكتور اسنان، ما ينفعش. لكن بلاحظ ان ناس تقول لا ده انا مهندس وتبتدي تعمل صفحات على الفيسبوك وتبتدي تشتغل ويبتدي يجمع يعني شوية معلومات يبدأ بقى يقول ده انا عملت الفلان والعلان ويجيب صور وبتاع، وكل الكلام ده بيكون للأسف كذب. فأنا بدي نصيحة للي بيعمل كده، اقول له بلاش كده، انت بتضر نفسك وبتضر اللي حواليك، ومفيش حد بيشتغل حاجة هو مش فاهمها إلا لما لازم بيفشل فيها. ما عنديش مانع ان انت تتمرن وتدرس وتشتغل في المجال لغاية لما تعرف، وبعد كده ممكن انك تشتغل عايز تشطب، عايز تشتغل في الموبيليا مفيش مشكلة، عايز مفيش مشكلة. يعني انا اعرف اصحاب معارض كتير موبيليا فتحوا معارض موبيليا وابتدوا يشوفوا ورش وابتدوا يتمرنوا وابتدوا يشتروا. دي تجارة، دي انا ما بلومش عليها لان انت من حقك تتاجر، لكن انت مش من حقك ان انت تاخد فلوس الناس وتشتغل بيها وتجاذب بيها وتتعلم بيها. انا شايف ان ده حاجة غلط جدا. لكن تقدر ان انت تتمرن وتتعلم وتعرف المجال واللي انت حابب فيه وبعد كده تبدأ تشتغل فيه. دي نصيحة بالنسبة للناس اللي بتتطفل وبتقول عن نفسها ان هي بتفهم في مجالات معينة ويكون هي مش خبرة خالص. نصيحة بقى لكل اللي عنده مكان عايز يفرشه او يشطبه او ما تاخدش بالكلام المعسول، ما تجريش ورا السعر. يعني انا ملاحظ جدا 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 طبعا خلال الكام سنة الاخيرة اللي فات وطبعا الغلو الرهيب اللي حصل، ملاحظ ان معظم الناس بتجري ورا السعر الرخيص، همها جدا السعر. اول حاجة بتسأل عليه السعر ده بكام، وبعد كده تبدأ ان هي تحدد وتشوف ارخص سعر وتشتغل. طبعا ده اسلوب خاطئ جدا اللي يعني يمكن يعني شركات الحكومة او قطاع الاعمال او الشركات الكبيرة بتيجي بتعمل مثلا بتطرح ممارسة على عمل معين وبتدي تحط مواصفات وتبتدي تطرح وتقول اللي هيديني ارخص سعر انا هشتغل. عايز اقول لكم ده بيكون حاطط مواصفات وفي لجنة، يعني لجنات بتستلم، لجنة فنية بتستلم او استشاري بيستلم وبيكون اللي بيعمل اعمال بيحط خطاب ضمان علشان يضمنوا ان يعمل لهم الاعمال المطلوبة على اكمل وجه. لكن يعني انا كعميل يعني انا شايف ما ينفعش ابدا ان انا ادور على ارخص سعر واقول لا ده كده انا حد شاطر. لكن انا اللي انا شايفه انك تبدا لما تكون عايز تعمل اعمال ابدا اعرف المواصفات اللي انت عايزها، لازم تدرس الموضوع، لازم يا جماعه. يعني انا لما عربيتي مثلا باجي اعمل لها صيانه، عايز اجيب مثلا تيل فرامل، فبروح افوجئ بالرقم كبير جدا. ممكن اروح لمحل واثنين وثلاثه وابدا اعرف ايه المواصفات دي وده ليه بكذا وده ليه بكذا وده ليه بكذا، لكن ما اخدش ارخص سعر وخلاص. ده اسلوب خاطئ تماما. لازم ان انا يعني
ادرس الموضوع واعرف انا عايز ايه، لان حته ان انا اخد ارخص سعر وخلاص ده موضوع انا شايف ان وحش جدا. وفي حاجه تانية عايز اتكلم فيها، خلال الفتره اللي فاتت للاسف طلعت الاستاذه الاعلاميه الفذه مها الصغير وقالت ان هي عامله يعني اعمال فنيه، وطبعا الاعمال الفنيه دي كان عاملها اكتر من فنان من خارج البلاد، وطبعا احنا شكلنا بقى وحش جدا. يا ريت يا جماعه ناخد بالنا وبلاش كذب وبلاش خداع، لان هو ده نفس الموضوع. وقالت بقى انا بشتغل في الديكور، وقالت مش عارف ايه، وهي مش عارف يعني ما درستش الحاجه دي. طبعا ده اسلوب خاطئ جدا. ما هو ده اللي انا بمثله بالناس اللي عامله نفسها بتفهم في كل حاجه وبتاخد اعمال وبتضحك على الناس. ده نفس الموضوع. يعني هي راحت سرقت. طب نفترض انا قلت لها عجبتني اللوحه دي وعايز اشتريها، هتعمل ايه؟ هتاخدها تطبعها وتديهاني؟ ده غش، مش كده ولا ايه؟ انا شايف يا جماعه ان كلنا لازم نتقي ربنا في عملنا، كلنا لازم نشتغل في اللي احنا نفهم فيه. ولا ايه راي حضراتكم؟ انا في نهايه لقائي انا بشكركم شكرا جزيلا، ويا رب تكون حلقه مفيده، وتمنياتي للجميع بالتوفيق، وشكرا جزيلا. تحياتي، اشرف شندي.